سلام، انا النهارده جايه اغير مفهومكم عن البسبوسه. هنعملها بابسط وباسرع وباسهل طريقه، ومكونات كلها موجوده عندنا. اول حاجه هنجيب سميد ناعم او سميد خشن، هنحط منه كوبايتين، وبعد كده كوبايه من الحليب الباودر وكوبايه من السكر ورشه من الملح، وكمان معلقه صغيره من الفانيليا ومعلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من القرفه وكوبايه الا ربع من الزيت وكمان علبه من القشطه. وبعد كده هنقلب المكونات دي كلها مع بعض كويس، ولو لقينا القوام تقيل قوي كده هنفضل نزود مية عادية جدا بدرجة حرارة الغرفة لغاية ما نوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه حالا دلوقتي. ايوه، القوام كده مظبوط جدا. وبعد كده هنجيب بايركس ونكون دهنينه زيت كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهنكون كمان دهنين الجوانب بالشكل ده، وهنقسم الخليط بتاع البسبوسة على 2. هننزل جزء وبعد كده هيبقى عندنا علبة قشطة كمان، وبعد كده نحط القشطة وننزل الجزء التاني من البسبوسة، وبعد كده هندخلها الفرن لمدة 23 دقيقة، وبعد كده 10 دقايق على الشواية. وبجد يا جماعة ريحتها قلب الدنيا وطعمها حلو قوي 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 قوي. وعايزين تضيفولها من على الوش شيرة او عسل نحل مفيش مشكلة، بس انا بحب الحليب المكثف المحلى، بيبقى طعمها حلو قوي 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 بالحليب المكثف المحلى، ودايبة دايبة دايبة ومخدتش وقت خالص خالص خالص، ولازم تجربوها على طريقتي. وانا كمان بحب اشرب قهوة عربي معاها، بجد يا جماعة طعمها حلو قوي، ولازم لازم لازم تجربوها على الطريقة دي. وما تنسوش الفولو واللايك والسبسكرايب، وكمان لازم تعملوا سيف للفيديو عشان لما تحبوا ترجعوا له في اي وقت. واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.